ثبت مقامه. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. لذلك هو خليل الرحمن بنص كتاب الله، بنص كتاب الله هو خليل. لماذا هو خليل الرحمن؟ من هنا حياة إبراهيم مجرد أيها الإخوة اكتشافات متواصلة لعالمه الداخلي، عالم العاطفة وعالم العقل، عالم الإيمان، والعالم الخارجي أيضا. أي رجل هذا الذي قدر ولم يعجز ولم يتتحتع، لم يتراجع، لم ينقص قيد أنملة عن أن يتحدى كل جبروت المجتمع، الشعب، الجمهور، القرابات، الآباء، الأجداد، أيها الإخوة، الملك والسلطة. تحدى كل هؤلاء جميعا وقذف بها جهيرة في وجوههم: إني ذاهب إلى ربي، سأترك بلدي، سأترك أمي وأبي، وأترك عمي وخالي وخالتي، وأترك مدارس صباي، وأترك مدارس صباي ومعارفي وأحبابي وخلاني وإخواني، أترك العراق كله من عند آخره وأذهب إلى ربي. الله أكبر، قدرة عجيبة. شخص عنده قدرة على التضحية أيها الإخوة والتحدي غير مسبوقة، غير مسبوقة. ينصاع هذا الانصياع الذليل أيها الإخوة المطواع دون ما تردد، دون أن يطرف له جفن، مع أن القلب يذوب أيها الإخوة هولا وروعا وحبا وحنانا وإشفاقا. الأب الحنون، فكيف بأب في 100 من عمره على حافة قبره أيها الأب العادي الشاب الحنون يحاشي الريح أن تعصف في وجه ابنه أو ابنته، فكيف يأخذ سكينا ماضية كانت أم مسلمة ليحز عنقه حزا؟ هذا هو المطلوب. إني أرى في المنام أني أذبحك ذبح، وستفعل، سأفعل بلا تردد. يا إبراهيم، أما من هامش للمناورة؟ أما من مساحة للمداورة؟ مداورة الأمر الإلهي يمكن أن نداوره. قال لا، لأن الأمر لم يأتي هذه المرة لفظيا، لم يأتي موسوطا بواسطة جبريل،